هاي ليديز، welcome back to my channel. اليوم عملت لكم فيديو خاصه بالحبل، لانه من وقت ما عرفتوا انه انا حبلة وكل وقت عم تطلبوا مني اعمل لكم فيديوز خاصه بالحبل، شو عم باكل، كيف عم اهتم بحالي، بركي شو جبت للبيبي. بس اليوم رح نحكي اكثر عن النظام الغذائي اللي لازم تتبعه المرأة الحامل حتى تأمن الغذاء الكامل لابنها البيبي اللي ببطنها حتى ينمى بشكل مزبوط، وشو الاشياء اللي لازم تتفاديها حتى ما يتعرض البيبي لاي انفكسيون، تكون عم تستهلك بكتيريا مش منيحه للبيبي. فرح نحكي عن كل هالمواضيع اليوم. ما تنسوا بليز تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا لايك للفيديو اذا حبيتوه، اذا حابين انا اعمل لكم بعد مواضيع خاصه بهيدا بالحبل والامومه. يلا خلينا نبلش. اوكي، اول شيء لازم تعرفوا المراه الحامل دغري لما تحبل المراه بتقول اوكي هلا صار فيي اكل كثير وانا عم باكل عن شخصين وما بعرف شو. هذا الشيء مش مزبوط ابدا، خاصه مع الاشخاص اللي بيعانوا من الوزن الزايد مثلي. يعني انا من الاشخاص من يعني نصوحه اعتبر، فبالحبل لازم انتبه كثير على الاشياء اللي عم باكلها حتى ما انصح كثير. هذا الشيء مش بس كرمال جسمي، هذا الشيء كمان كرمال البيبي، لانه اذا كمان المرأة حبلة اكلت كثير زياده بيكون البيبي عم يكبر، عم بيكون عم بجمع فات بقلب البطن وعم يكبر، وهذا الشيء كتير بأثر على الولادة. بصير يمكن اوقات مضطرة تعمل عملية قيصرية حتى يولد البيبي. فكتير مهم انه نحافظ على نظام غذائي منيح. هلا بصير في زعبر من وقت للتاني، لان اكيد الحبل بيزيد من الجوع عند المرأة وبصير في عنا توحم، بس بذات الوقت لازم نضل مسيطرين على الوضع قد ما فينا. هلا للمرأة العادية اذا كان جسمها منيح فيها تنصح مينيموم 12 كيلو ل 15، يعني احسن شيء 12 كيلو تنصح. انا بالنسبه لي الحكيمه قالت لي انه 10 كيلو 11 كيلو ماكسيموم لازم انصح، مينيموم يعني شي 8 9 كيلو. هلا يلي صار انه انا لحديت هلا صرت بالشهر السادس تقريبا، رح تصير بالشهر السادس ونصحاني تقريبا شي 4.5 5 كيلو. هذا الشيء معدل كثير منيح، لا منيح اعتبر. يعني اذا بكفي هذا النمط بنصح بس الوزن اللي لازم انصحه بالحبل. فانا فخوره بحالي مع انه عم زعبر اوقات بس عم ضلني منتبهه وما عم ما عم بعتمد هذا المعتقد السائد انه انا لازم اكل عن شخصين. بيقولوا الحكماء انه باول 3 اشهر من الحبل المرأة ما لازم تاكل شيء زيادة عن اللي بتاكله عادة، لازم يضل نظامها الغذائي مثل ما هو نفس عدد السعرات الحرارية. بتاني فصل يلي هو من الشهر الثالث للسادس لازم تاكل زيادة بس 300 كالوريز حرارية، 300 وحدات حرارية. وبآخر فصل لازم تكون عم بتزيد عن نظام الغذائي الأساسي 500 كالوريز بس، مش أكتر ولا أقل. فأنا الحكيمة بلشت لي بالنظام الغذائي بأول 3 أشهر ب 1500 1600 كالوريز. هذا الشيء يعتبر واطي للمرأة الحاملة، بس لأن أنا عندي وزن زايد ما لازم آكل أكتر من هيك. كترت حكي بهذا الموضوع، بس لازم كتير تعرفوا إنه قد ما فيكم تسيطروا على شهيتكم بالحبل. يمكن إذا عبالكم شي حلو تاكلوا الفواكه بدل الشوكولا، إذا عبالكم مثلا خبز تاكلوا مثلا كينوا أو هيك اشياء صحية أكتر. بعرف إنه كتير بيطلع لنا خبز ونشويات، بس الخبز والنشويات والبطاطا والأخبار أنا بحبهم كتير كتير كتير، بس الحكيم قال لي إنه هدول بيكبروا البيبي وما كتير بيفيدوه، أحسن إنه نتفاداهم. هلا لقيتكم حكيمة شو عطتني نظام غذائي. هلا هذا النظام بلشت لي فيه اكيد مرة بعد رحت لعندها حتى تغير لي اياه، بس هي بعدين اكيد كانت رح تغير لي اياه تفوت لي طبخة اكتر. بس بالاول اول شهر كانت فوتت لي اكتر شيء ايش النظام الغذائي ما كتير انا بحبه، يلي هو نظام غذائي معتمد على البروتين. البروتين كتير بيساعد على نمو الولد، وهو شيء اساسي لانه البروتين هو اللي بينمي كل شيء بالجسم، فهو اساسي لنمو الولد بالبطن بالرحم سوري. فاللحمة الحمراء بس اكيد بدها تكون كتير مستوية منيحة ما فيها دم. الدجاج والسمك، السمك بدكم تنتبهوا من كثرة السمك واي نوع من السمك بتستعملوا، لان في انواع سمك فيها كتير مادة الميركوري اللي هي معقول تكون مؤذية للولد. بس في كمان سمك الكوب او الكود، هلا بكتب لكم اسمه بالعربي هون. هيدا فيه كتير نسبة قليلة من الميركوري، فيكم تاكلوه بشكل اكبر. مثل ما بنعرف المرأة الحبلة لما يعلى الرحم بتصير معدتها فوق، يعني بتصير معدتها كتير عالية وبتصير مجعلك بقلب بعضها، وكتير هذا الشيء بيؤدي انه يصير عندها عسر هضم، فكتير بتتضايق وبصير بدها تاكل كميات قليلة على
يعني تاكل كذا مرة بالنهار بس على كميات صغيرة حتى لما تأذي معدتها وتصير عملية الهضم أسهل. هلا اللي فيها تعمله اللي قالت لي الحكيمة إنه الصبح بتشرب كوباية مي مع خوخ مجفف، خوختين مجففين. الخوخ المجفف كتير بيساعد على تسهيل عملية الهضم، وهذا الشيء مزبوط لأن أنا بس جربتها دغري فتت على التواليت، فكمان كتير بيساعد. هلا بالنسبة للكافيين، كافيين بيساعد انه تفوت على التواليت، بس مرة الحبلة اكيد لازم تتفادى الكافيين قد ما فيها. انا بعرف انه يعني بورسون واحدة من الكافيين اذا بتشربوا انتوا نسكافيه تشربوا مرة واحدة بالنهار، او قهوة مرة واحدة بالنهار مش اكتر، واذا فيكم تتفادوه بالمرة كمان بيكون احسن. اكيد طبيعي الالكول ابدا، كل شيء دخان ارجيله اكيد 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 ممنوع. هلا في شيء بدي اقوله، انا عملت فحوصات اول ما رحت عند الحكيم، بيعطوكم فحوصات كرمال نشوف مناعتكم اذا منيحه وشو هن الاشياء اللي فيكم تاكلوها والاشياء اللي ما فيكم تاكلوها. انا شخصيا كانت مناعتي كتير 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 منيحه لدرجه قال الحكيم في اكل ني ما بيصير شيء، بس اكيد ما عم باكل. بس في اشخاص بيكون عندهم نقص معين بالمناعه، ما بعرف نسيت شو اسمه هذا نقص المناعه، بس هن بيكونوا اشخاص ما فيهم كثير يقربوا على الحيوانات او على الكلاب. هن اشخاص ما فيهم ياكلوا ني اكيد. وكمان الخضره بدها تكون مغسله، بيعطيكم مثل دواء بتعقم فيه الخضره حتى ترجعوا تاكلوها. واكيد كل شيء اجبان منا باسترايز، ما بعرف شو معناتها بالعربي، هلا بكتب لكم اياها هون. يلي بتبقى مثلا جايبين حليب من البقره ودغري بنغليها بالبيت بنشربها، هيدا اكيد ما فيها تشربها المره الحبلة اللي عم بيكون فيها كتير بكتيريا معود تاثر على البيبي. كتير مهم انه اول شي تروحوا عند حكيم وتعملوا هذا الفحص، خليه هو يقولكم اذا فيكم تاكلوا اكل معينه او قد ايه لازم تنتبهوا، قد ايه لازم تغسلوا الخضره قبل ما تاكلوها. هلا بالسناك اكيد قالت لي انه اكل فواكه، بس الفواكه محددت لي فواكه كتير معينين بيحتووا على الفيتامين سي، هن كتير 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 منيح للبيبي، يلي هن الاورنجز يعني البرتقال والمندرين والجريب فروت والكيوي. الكيوي كتير 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 مهم، انا على طول بجيب كيوي كتير بحبه، كتير مهم كمان عنده كتير فوائد للبيبي. وكمان مثلا هلا بالشتاء لانه ما في كتير انواع من الفواكه معينه لانه هن بتبقى موسميه، كتبت لي انه اكل تين مجفف اسمه هو تمر والخوخ المجفف. هلا ما بعرف اذا هي بعتقد قصدها عن المجفف لانه بيبقوا بركي بيفيدوا اكتر من الفواكه العاديه، ما انا متاكده، بس كتبت لي هي معين كتبت لي كثير انه اكل فواكه مجففه. بدنا ننتبه كمان انه كثره الفواكه كثير 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 بالحبل كمان معقول تعمل سكري، لان مثل ما بنعرف المرة الحبلة كتير عندها معرضة انه اذا ما اكلت مزبوط، اذا اكلت كتير سكر معرضة انه تعمل الحبل السكري اللي هو بيطلع بالحبل. فبدنا ننتبه كتير انه نحن بنفكر حالنا عم ناكل كتير صحي لما ناكل فواكه، بس اكيد ما لازم تتخطوا حصتين من الفواكه كل يوم. وكمان اكيد الشوكولا وهذا الشيء قد ما فينا نبتعد عنه، كمان ما نعمل سكري ويصير عندنا مشكلة لما نعمل عملية قيصرية تنولد البيبي ويكبر البيبي زيادة عن اللزوم. أكيد الحبوب منيحة خلال الحبل، بس بدكم تبتعدوا، بدكم تقللون قد ما فيكم، لأنه الحبوب كمان بتعمل عسر هضم، فكمان مثل ما قلت لكم إنه المعدة تبع المرة بتكون صارت فوق ومعقول تعملها مشاكل بالهضم، فكله بس بكمية يعني تاكلوا طبخ كله، بس ما تكتروا الحبوب كتير كتير كتير. هلا اكيد الخضره والسلطه كتير مهمه للمراه، واللي فيكم تعملون بعد ما تخلصوا السلطه تجيبوا حبوب الشيا، بذر الشيا، وترشوا على السلطه كلها سوا، لانه كمان فيها اوميجا 3. الاوميجا 3 كتير مهم حتى لنمو الدماغ عند الولد. حطيت لي كمان اذا جعت كتير جيب لبن خالي من الدسم، في يكون على فواكه، وباكل قد ما بدي بالنهار. اكيد ما تخطوا 3-4، بس كمان في نكهات كتير 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 طيبه، وهيك اذا جعتوا بتكونوا عم شوي تقيتوا على نفسكم بدون ما تكونوا عم تاكلوا شيء مضر، لانه عاده بس نجوع، خاصه نحن حابين دغري بنروح نشوف شيء طيب كتير بدنا ناكله. فجربوا قد ما فيكم كلوا لبن خالي من الدسم. كمان قالت لي حكيمه انه بيضتين مرتين بالجمعه اكل بيض مسلوق، لان كمان البيض مسلوق فيه كتير بروتين وفيه كتير اشياء مفيده للبيبي ونمو البيبي. وكمان قالت لي انه المكسرات مثل الجوز وكمان حبوب دوار الشمس، اذا بتجيبوا حبوب دوار الشمس ما بيبقوا عليهم ملح،
مثل ما هن. فيكم ترشوا رشة ملح صغيرة، تاخدوا كمشة صغيرة وانتوا قاعدين بالسهرة تاكلوا منها، كتير مفيدة. كمان الجوز حبتين جوزتين مثلا، انتوا قاعدين بالسهرة حابين تلقمشوا شي فيكم تاكلوهم، لانه كتير 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 فيهم فيتامينز وكتير مفيدين للبيبي. اوكي بعرف انه حكيت كتير، ان شاء الله ما اكون نسيت شي. بلا اكشلي نسيت شي، نسيت لكم شي كتير مهم، وهو عن الفيتامين يلي لازم تاخدوه كل مرة خلال الحبل. هو بيتاخد قبل الحبل، قبل ما مرة تكون مقررة تحبل ببلش تاخده خلال الحبل وكمان بعد الحبل، واللي هو بيحتوي على الاسيد فوليك. اسيد فوليك كتير كتير اهم عنصر بنمو الولد، فاجبار المرة اللي حبلة تاخده. رح احطلكم انا على الشاشة الفيتامين يلي انا باخده، حيلا فيتامين فيه اسيد فوليك بيمشي حاله، بس انا نقيت هذا الفيتامين بريغنازون كومبليت لانه فيه زيادة اوميجا 3 اللي هو كتير مهم للبيبي. بس اهم شيء بدكم تعملوه انه تروحوا عند الحكيم كل شهر حتى يتاكدوا ان البيبي عاملينه بشكل مظبوط، اذا عم يوصلوا كل الغذاء. انا من شي جمعه عملت الصوره التفصيليه للبيبي، بالصوره التفصيليه كمان بفرجيكم الحكيم اذا الغذاء عم يوصل البيبي بشكل كتير منيح، وانا الحمد لله كان عم يوصل بشكل كتير منيح. فبدكم تنتبهوا للامور وضلكم تزوروا الحكيم كل شهر، لان اوقات المرة الحلوة بصير عندها فقدان، بصير عندها نقص بالفيتامينات، فهذا الشيء كتير لازم تتفاداه حتى يطلع بيبي عنده صحة منيحة وما يصير في اي مشاكل خلال الحمل. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، اعطيتكم معلومات قيمة ومهمة، واذا كنتوا انتوا حدا حبلة ان شاء الله يا رب تخلصوا بالسلامة، واذا كنتوا ناويين تحبلوا كمان ان شاء الله كمان هذا الفيديو ترجعوا تتذكروا بعدين بس تحبلوا وتعتمدوا هالنصايح حكيتكم اياها انا. اذا حابين انا اعملكم كمان شو صرت جايبه للبيبي من تياب، من تجهيزات، من اشياء معقول استعملها بعدين، بليز اكتبوا لي بخانه التعليقات تحت. بحبكم كتير، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناه، تتابعونا على السوشيال ميديا رح احطهم باخر الفيديو، وبشوفكم المرة الجاي. باي.